جمهور الزمالك العظيم. ستريس، ضغوطات الواحد بيتعرض ليها بقاله سنوات عشان خاطر نادي الزمالك. بنتحمل الشتائم من أندية منافسة، وبتبقى صعبة جدا اما نشوفها من جمهورنا العظيم. تحملت الكتير والكتير. عقدي بقاله شهرين منتهي مع نادي الزمالك، ومكمل عشان خاطر جمهور الزمالك. تحملت تريقة وتحملت حاجات كتير قوي عشان خاطر النادي. انا بحب الكورة، بشتغل في الاعلام بقالي اكتر من 20 سنة. النهاردة انا بعلن رسميا انتهاء مشواري في قناة نادي الزمالك، ودي اخر حلقة ليا في القناة واخر حلقة ليا في قناة نادي الزمالك. بشكر المستشار مرتضى جدا اللي صنع هذه القناة، بشكره جدا. مفيش مشكلة معايا مع المستشار مرتضى منصور نهائيا، مفيش مشكلة مع حد. بحترم كل الناس، بحترم كل زمايلي، لكن حان الوقت للرحيل. قد ابتعد تماما عن الاعلام الفترة اللي جاية. بحب نادي الزمالك وبحترمه، طول الوقت بدافع عن حقوق نادي الزمالك، حقوق نادي الزمالك في الحق. لكن صراحة الستريس والضغوطات بقت كبيرة قوي، ممكن غيري يتحملها. انا تحملت الكتير والكتير، مش قادر اتحمل اكتر من كده بصراحة. وحابب ان انا اشتغل في هدوء، اعلام في هدوء، نلعب كورة، نتكلم على الكورة، نتكلم على نادي الزمالك، نتكلم على فريق نادي الزمالك. تصل لحد كمان عدم قيد اللعيبة، لعيبة الزمالك. يعني نتحمل الاتحاد الدولي يمنع قيد اللعيبة. اتحمل برضو تريقة من بعض من جماهير الزمالك او بعض الصفحات الزمالكاويه، حاجة برضو تخليني بستغرب. مش مصدق اللي بيحصل. كتير قوي الناس بتتهم الواحد بالسبوبة، والواحد بيشتغل في الإعلام بقاله أكتر من 20 سنة، مش محتاج فلوس الإعلام. بنشتغل عشان خاطر بنحب النادي. بسيب قناة نادي الزمالك وهي قناة كبيرة بكل اللي فيها، بكل الناس اللي موجودة فيها. بشكر كل زمايلي رؤساء التحرير والمخرجين والعاملين داخل القناة. واحتراما وحبا لجمهور الزمالك، انا عقدي منتهي من 30/11، كملت لمده شهرين بلا اي تعاقد. وحتى لو في تعاقد بكره، خلاص انا مشواري انتهى في قناه الزمالك. بتمنى لهم كل التوفيق. تصبحوا على خير.